بتعمل دايت وبتلتزم بس وزنك مش بينزل، ممكن يكون السبب مش الاكل خالص. تعرف ان الالتهاب المزمن ممكن يكون السبب الحقيقي ورا ثبات وزنك حتى لو بتاكل صح. على فكرة جسمك بيخزن دهون ومش راضي يحرق. طب ليه؟ تعال اقول لك السبب اللي محدش بيكلمك عنه. كملوا معايا لاخر الفيديو وهتلاقوا اجابه لكل الاسئله دي. معاكم دكتور محمد صقر. يعني ايه التهاب مزمن؟ الالتهابات في الجسم ده رد فعل طبيعي مناعي بيحصل لما يكون في حاجه غلط، زي جرح او عدوى او حتى اكل مش صحي. لكن لما الالتهاب يفضل شغال لفتره طويله يكون مزمن، ده بيبقى مش طبيعي وبيأثر على الجسم كله. طب ايه علاقه الالتهاب المزمن بالسمنه؟ لما الالتهاب يبقى مزمن بيأثر على الهرمونات اللي بتحرق الدهون. الالتهابات بتعطل هرمونات زي الانسولين والليبتين، دول مسؤولين عن الشبع وحرق الدهون، فلما يحصل خلل فيهم الجسم يبدا يخزن دهون اكتر ويصعب عليه حرقها. 2. المجاعات الكاذبه والشهيه المفتوحه. الالتهاب بيخلي الجسم ما يبقاش حاسس بالشبع كويس، فتبقى دايما جعان حتى لو جسمك مش محتاج اكل. 3. الميتابوليزم، معدل الحرق. الالتهاب بيبطئ الحرق، يعني ممكن تعمل دايت وتقلل اكلك بس جسمك مش بيحرق زي ما المفروض، لان في حاله طوارئ داخليه. يعني حتى لو بعمل دايت مش هخس بالظبط. لو عندك التهابات مزمنه زي مشاكل في القولون او تكيس مبايض او امراض مناعيه او حتى اكل كتير زي سكريات ومقليات، فده ممكن يبوظ مجهودك في الدايت. طب ايه الحل يا دكتور؟ ركز على الاكل الطبيعي والمضاد للالتهاب. خضار كتير يوميا، جرجير، بروكلي، سبانخ، بقدونس، كابوتشا. فواكه باعتدال زي توت، فراوله، تفاح، برتقال، بس ما تزودش عشان السكر. الدهون الصحيه طبعا زي زيت الزيتون، البكر، عين الجمل، اللوز، سمك السلمون او التونه. البهارات المفيده طبعا زي الكركم والجنزبيل والقرفه، حطهم على الاكل او على الزبادي او على الشاي. شرب الكركديه والنعناع والشاي الاخضر، كل ده بيقلل الالتهاب. 2. لازم نقلل او نبطل الحاجات اللي بتزود الالتهابات. لازم نقلل السكر الابيض والمشروبات الغازيه حتى لو دايت. الدقيق الابيض، عيش، كيك، بسكوت. لازم نقلل المقليات والوجبات السريعه. الزيت بقى المتكرر ده مصيبه سودا، كارثه. اللحوم المصنعه، اللانشون، السوسيس، البرجر الجاهز. منتجات الالبان بكثره، لبن، جبنه مطبوخه، خصوصا لو بتحس انها بتنفخك او بتتعب معدتك. يا ريت ننام كويس من 6 ل 8 ساعات يوميا. قله النوم على فكره بتزود الالتهابات في الجسم وكمان بتخليك بتلجأ للاكل السكري. 4. قلل التوتر النفسي. جرب تمشي شويه كل يوم، تتنفس بعمق او تعمل حاجه بتحبها. التوتر على فكره بيزود الكورتيزول وده بيخلي الجسم يخزن دهون حوالين البطن. 5. اشرب ميه كفايه. قله الميه بتخلي الجسم مش بينظف نفسه، فده بيزود الالتهاب. اشرب على الاقل 2 لتر في اليوم لو مفيش مشاكل في الكلى. ملخص كده على السريع، الالتهابات المزمنه فعلا ممكن تخليك مش عارف تخس حتى لو بتعمل دايت. لازم تظبط اكلك، تنام كويس، تبعد عن التوتر وتشرب ميه. لما الالتهاب يقل جسمك هيبدا يتجاوب وممكن تلاقي وزنك يبدا ينزل اسهل. لو الفيديو ده فادك او عرفت منه معلومه جديده ما تنساش تدعمني بلايك وشير عشان يوصل لناس اكتر ممكن تستفيد. ولو عندك اي سؤال اكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليك بنفسي. واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن التغذيه والصحه. كان معاكم دكتور محمد صقر، استشاري التغذيه العلاجيه. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ويومكم جميل.